أيها الناس، ثم إن هارون الرشيد بعد أن بكى بكاء شديدا قال للفضيل بن عياض: زدني من هذه المواعظ. فقال الفضيل بن عياض: إن عاملا لعمر بن عبد العزيز، عامل كان واليا على دولة أو على بلدة من البلدان، شكي إلى عمر بن عبد العزيز من هذا الوالي، شكي إليه شكوى، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز بكتاب قال فيه: يا أخي، الله أكبر، ما استهان به ولا تكبر عليه، قال: يا أخي، وهو الأمير وذاك المأمور والعامل: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. الله أكبر. قال له: أذكرك، أهل النار ما ينامون، ما في نوم، عذاب واصل. الله أكبر، ما أعظمها موعظة. عمر بن عبد العزيز يعظ عامله، فهل تذكرنا النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم؟ ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. والله موعظة. والله لو قيل لأحدنا: عبد الله، لو قيل لك لن تدخل النار بذنوبك ومعاصيك وبغيك وظلمك وإعراضك، وإنما تقف يوم القيامة في حر الشمس أبد الآبدين، هل سترضى؟ أخبرني وسل نفسك. تقف وقوفا لا تدخل النار في الشمس أبد الآبدين، أو تقف 1000 سنة وهذا عذابك، ما رضيت لنفسك. لو قيل لك عذابك في الآخرة أن تمنع من الماء وتستمر في العطش أبد الآبدين لما رضيت لنفسك. لو قيل لك عذابك في الآخرة البرد الزمهرير دون غيره لما رضيت لنفسك. فكيف بنار يطول ألمهم ويشتد حسرتهم، سماؤهم نار وأرضهم نار وفراشهم نار وأكلهم نار وماؤهم نار، وقد يئسوا من رحمة الغفار، وأحاطت بهم الحسرات والندمات من كل جانب. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم قال عمر لعامله: فإن ذلك يقودك إلى الله نائما ويقظانا، أي إذا عرفت هذا ستسارع إلى الله. ثم قال عمر لعامله عمر بن عبد العزيز: وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد به وانقطاع الرجاء. إياك أن يؤخذ بك يوم القيامة من بين يدي الله وقد غضب الله عليك، فتكون آخر لقاء لك بالله. ماذا فعل العامل؟ قرأ الكتاب وطوى البلاد وترك الإمارة وجاء إلى عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: ما الذي جاء بك؟ قال: كتابك خلع قلبي. الله أكبر، كتابك وموعظتك خلع قلبي، والله لا أعود إلى إمارة أبدا حتى ألقى الله، ما أريد إمارة. فبكى هارون الرشيد، بكى، تأثر وأيقن